الزواجل وشام هذا يولي ما عنده حتى حاجه. اسمع هذا ماشي غانو جارنا اللي كان في الحبس. يا اخو خرج، واش رايك وكنروح نهضر معاه هكذا نذكروا شويه بالصلاه؟ ولا انت شكون بتهضر مع امام؟ انت زيد هذا بنادم يهضر مع الناس، فرعون يولي يصلي وما يصليش. يا الله يهديك خو، الهضره هذه كبيره عليك، وهذا الانسان اللي راك تشوف فيه يقدر يكون خير منك عند ربي. روح نهضر معاه. السلام عليكم خويا غانو، واش راك جاري العزيز؟ لاباس بخير؟ راك مليح؟ الحمد لله على سلامتك خويا. يا خويا والله غنعطي لك دير شويه مسك هكذا يا خويا، الله يحفظك، بارك الله فيك. هاي نروحوا يا خو، باي. خفتوا، انا قلت لك بلي هذا بنادم ما يهضرش مع الناس. يا الله يهديك يا ودي، هاي نروح. ايه جاري السلام عليكم، واش راك غانو؟ لاباس بخير يا خويا؟ الحمد لله. هات مع الصباح نديروا لك شويه مسك خويا. ها يا خويا الله يحفظك، ربي يوفق غانو. ايه السلام عليكم، واش راك جاري غانو؟ لاباس بخير؟ الحمد لله يا خويا. هات نزيد نديروا لك اليوم المسك. هيا بسم الله. هاي ربي يحفظك خويا، ريحته طيبه. هاي المسألة عجبني يا خويا. يا خويا كي عجبك مالها هديه من عندي. ربي يحفظك خويا غانو. وكي جات الهضره برك خويا غانو، انت حاجه الاولى جاري وخويا في الله، وحنا مادام رانا خوا في الله نذكروا بعضنا بالصلاه. الصلاه يا خويا غانو هي عماد الدين، اول ما يسال عليه العبد يوم القيامه اللي هو الصلاه. يعني الصلاه هذه اذا كانت ما كاش الاعمال تاعنا كامل تروح. وما تقولش زعما بلي ما نقدرش نتوب، ولا لانه رحمه الله عز وجل واسعه، وربي سبحانه دائما يقبل التوبه تاع العباد حتى وتكون داير واش داير. والنبي عليه الصلاه والسلام يقول: الله افرح بتوبه عبده من احدكم سقط على بعيره وقد اظله في ارض فلا. يعني الله عز وجل يفرح بالتوبه تاع عبده. صح يا جاري، والله راني داير هكا على راني داير بزاف الذنوب، وراني خايف ربي ما يغفر ليش. واش من معاصي يا جاري؟ علاش قتلت 99 نفس؟ لا الحمد لله. ما لا تخيل جاري، كاين واحد قتل 99 نفس والله عز وجل غفر له ودخلوا الجنه. والله عز وجل يقول: قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا. يا جاري صح راني مسلم كاع، كيفاش راح نصلي ونقابل ربي؟ يا جاري العزيز هذيك بكري، درك كتب لله عز وجل وشام هذا يولي ما عنده حتى حاجه تقدر تصلي به. والله سبحانه وتعالى والنبي عليه الصلاه والسلام ما قالوا لناش بلي ما تقدرش تصلي بلوشام، حتى وتكون داير خريطه في وجهك عادي تبت لله عز وجل تابع عليك خو، تقدر تصلي وعادي. على بالك جاري العزيز انت هكذا تقدر تكون سبب ايجابي في المجتمع. نعطيك مثال، انت كي كنت بالك دير امور عيانه ولا كانوا مساغر بزاف يتبعوك ويعندوك وحابين يولوا كيما نتايا، صح درك كي تتوب لله عز وجل وتولي تصلي وتروح لطريق ربي، المساغر هذوك اللي كانوا يتبعوك في الحاجه العيانه اوتوماتيكمون راح يتبعوك في الحاجه المليحه، وراح تولي عندك تاثير ايجابي في المجتمع. وهنايا ربي سبحانه يبدل لك السيئات تاعك بحسنات، لقوله تعالى: الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. جاري اسامه بارك الله فيك.